نود الحديث اليوم عن شخصية برز على الساحة الأفريقية بل وعلى الساحة العالمية منذ أن كان قائدا للقوات المسلحة أبان فترة الرئيس الأسبق حسين هبري حتى مماته بعد حكم دام لأكثر من 30 عاما، فكان له الأثر الواضح على التغيرات التي طرأت على غرب أفريقيا من ثورات وانتفاضات وجهاديين ودواعش والتحديات على البلاد، فكان لهم كالمرصاد في مواجهتهم من حدود مالي غربا إلى حدود السودان شرقا، فكان يثنى عليه أينما اتجه من قمم أفريقية ومنابر الأمم المتحدة بفضل مجهوداته الرامية للاستقرار والأمن. فكانت النتيجة هو الوضع الذي نعيشه الآن من هدوء وإنهاء فتيل الصراعات المنتشرة على طول الشريط جنوب الصحراء الكبرى، حتى مات في ساحة المعركة وصدق مقولته الذي وعد به أعداءه، فكان يردد إنني أموت في ساحة المعركة، حتى استشهد في أبريل 2021 إثر الهجوم الغاشم الذي تعرض له البلاد من حركة فاك شمال العاصمة إنجامين. إنه المغوار إدريس ديبي إتنو. لنبدأ الحكاية.